بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ فاطمة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية. الصحة صيامكم وربي يتقبل منا ومنكم. اليوم وصفتنا رولي بطاجين الزيتون بنة ولا أروع. ندخلوا في المكونات. أول حاجة عندي كمية تاع صدر الدجاج وكمية تاع لحم المفروم. نحط في كل منهما نحط الملح، نحط كمية تاع المعدنوس، بصل مقطع، ونحط كمية تاع الثوم، ونحط شوية كمون، نحط فلفل احمر، نحط فلفل احمر للحم من اجل اللون فقط، ونحط كميه تاع راس الحانوت اختياري، توابل راها حسب الرغبه تاعكم. نحط فلفل اسود اللي هو ضروري، ونحط كميه تاع الموتارد ملعقه صغيره اللي هو الخردل، ونحط كميه تاع الكركم في الدجاج، ملعقه صغيره مارغرين، وملعقه كبيره شابلور باش تعطيني طراوه للرولي تاعنا. ونحط حبة بيض نلم بها الخليط. كما راكم تشوفون نمزج المكونات جيدا ونخليه شوية طري. واذا كان عندك الدجاج فقط ممكن تحشيه بالسلق ولا بالجبن وخلاص كما تحبي. وراني حطيت لكم فيديو من قبل رولي السلق والدجاج، نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. نبقى نلم كما راكم تشوفوا في المكونات تاعي. من جهه اخرى نحضر المرق اللي راح نرافق به للرولي. هنا عندي كميه تاع الشامبينيون والزيتون الاخضر، كنت شللته وبدلت له الماء 5 مرات. في المرق نحط كميه تاع زبده او مارغرين، ونحط معاها الزيت. والفطر هنايا نقليه في الزبده والزيت كما متعودين. هنايا في المرق حطيت كمية بصل مقطعة وفلفل اسود، ونحط عليهم فلفل اسود ثاني حطيته في الشامبينيون، ونحط كركم، ونحطيت مرق دجاج، ونحط شوية كمون وشوية راس الحانوت وموتارد، ونخليهم يتقلاو، ونحط الملح ونخليهم يتقلاو مليح كما راكم تشوفوا. الملح برك ما تكثروش. بعد هنايا من جهه اخرى نوجد الرولي تاعي. هنايا نحط ورق شفاف، ونحط الطبقه الاولى اللي هي تاع الدجاج، ممكن تعكسوها، ونسويها مليح باليد كما راكم تشوفوا. ممكن تستعينوا بالماء او الزيت باش يسهل عليكم، باش ما تلصقلكمش هذيك الخلطه في اليد. ممكن من بعدها تحطوا الطبقه الثانيه اللي هي تاع اللحم. كما قلت لكم ممكن تحشوه باي حشوه نتوما تحبوها، سلق او فرماج كما تحبوا. ونحط عليهم ثاني الجبن الابيض او المثلثات اللي متوفر عندكم. مهم ما تحطوش تاع البيدون لانه راح يذوب لكم مع الحراره ومش راح تلقاوهم بعد. والرولي هذايا قلت لكم ترولوه في هذا الورق الشفاف راح يساعدكم باش تسكروهم بعد. كما راكم تشوفوا هنا نسوي فيه مليح باش يجي الشكل تاعو متماسك. نبقى نرولي فيه بهذاك الورق الشفاف. ممكن تحطي بابي كويسون اللي متوفر عندك، ونحط هنايا الجبن الابيض. نبقى نرولي فيه كما راكم تشوفوا بهذاك الورق راح يساعدني ياسر. وتاكد انه نرولي في الدجاج فقط، ما نروليش مع هذاك السيلوفان. ونسكر عليه مليح مليح من الجوانب كما راكم تشوفوا باش ياخذ هذا الشكل، وثاني باش ما يخرجليش الجبن من الداخل. وتبقى لي الرولي تاعي متماسك بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. راني سكرته. هنا اللي بقى لي من اللحم راح نشكله كويرات ونحطها في المرق. والرولي تاعي هنايا حطيته في الورق تاع الالومنيوم، ونحطوه في الكسكس يفور. وممكن تحطيه في الفرن مع قليل شويه من الماء، او تحطيه في ماء مغلي فقط في قدره حسب الرغبه. هنا بعد ما ذبلت لي البصله هذيك نحط معاها الزيتون والفطر ونمرق، ونحط كرة اللحم هذيك كما راكم تشوفوا يمدوا البنه، ونخليها حتى تثقل. وكما قلت لكم راه ما تديش الوقت ياسر ياسر في الطياب لانه الشامبينيون اصلا رانا طيبناه. اما الرولي قلت لكم بعد 45 دقيقه نحيه وشوفوا كيفاش جا متماسك. وممكن تحطوه في الكوشه ثاني خلوه 45 دقيقه، ولا ممكن تحطيه في قدره فيها الماء فقط وتخليه يطيب لانه هو اصلا متبل. من جهه اخرى نقلي الرولي تاعي في الزبده والزيت في نفس المقلاة هذيك اللي قليت فيها الفطر باش ياخذ تحميره. وهنايا كنت قليت بطاطا دوائر كما شفتوا باش نديرها للتزيين. ونخلي الرولي تاعي في
في بابي سويتو كيما هاك يمتص من كامل هذاك الزيت اللي فيه. وهنايا شكلت هذو الوردات بالبطاطا باش نزين بهم يعطوني منظر للطاجين تاعي. هذه هي طريقة تاع تشكيل الوردات. وهنايا الرولي تاعي بعد ما برد راح نقطعوه بالموس تاع المنشار كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا هذاك الفرماج كيفاش يبقى محافظ على شكله من الداخل، وهذاك الرولي شوفوا كيفاش جا متماسك وفي نفس الوقت جاء طري، وراه خذا الوقت تاعو مليح مليح في الطياب. نكمل كامل الكميه وراح تجي كميه كبيره ما شاء الله ويجي يشبع. هذا الطبق جربوه على ضمانتي اكيد راح ينال اعجابكم. شوفوا هنا كيفاش جا متماسك، جاء ولا اروع. وهذا هو الطاجين تاعي هنايا بعد ما وجد، جاي شاهي شاهيتكم في الجنه ان شاء الله. نرش عليه شويه معدنوس للتزيين، والبناء ما نحكي لكمش. شاهيتكم ان شاء الله في الجنه. وهذا هو التقديم تاعي في الطاوله تاع الفطور. شوفوا كيفاش راني قدمته هنايا. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو. حطوا لي جيم والاشتراك في القناه اذا كنتي ماكش مشتركه، اشتركي وفعلي زر الجرس هكذاك باش يوصلك كل جديد. وباقي الوصفات كما شوربه فريك وطاجين الحلو والبوراك راح تلقاوهم في القناه تاعي. ادخلوا وشوفوا وخلوا لي ارائكم. هنا راح نوريكم الرولي تاعي كيفاش جا. راح نحط لكم في صحن التقديم. شوفوا كيفاش جا متماسك. والشامبينيو هذاك ما تكثرولوش في الطياب باش ما يجيكمش يتعلق، يجيكم طري، يبقى لكم طري كما راكم تشوفوا. وهذيك المارقه شوفوا كيفاش جات معسله وجات ثقيله، جات ولا اروع. وانتم التوابل حسب الرغبه ممكن تغيري في التوابل حسب رغبتك. هنا شوفوا كيفاش جا الرولي تاعي. شاهدكم ان شاء الله في الجنه. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو. حطوا لي جيم والاشتراك. تهلاو في رواحكم وصحه فطوركم والى اللقاء.